في الجزء الثاني من سلسله مطاعم مجهوله كنا جربنا مطعم ماك علي اللي الاختصاص ديالو هو الاكل الشرقي واللي كان على حقه وطريقه وبنين بزاف، وحتى الاثمنه اللي كانوا في المتناول زائد الكميه والجوده. رجعنا عنده اليوم باش نجربوا ونكتشفوا اطباق واشياء اخرى كانت في القائمه الكبيره ديال المطعم اللي ما قدرناش نجربوها. واول حاجه غادي نبداو بها هي صلاد ماك علي واللي كانت بالامضاء ديال المطعم وكتقدم بهذه الطريقه والشكل الجميل والكميه اللهم بارك اللي ياكلوا فيها حتى 3 ديال الناس. وكان فيها الروز بالطون والمايس والمايونيز والافوكا والتفاح والخيار والخيزو محكوك وحتى المطيشه سوريز زائد الفرماج احمر والداند فومي. ومع هاد السلطه كاينه حتى سلطه الكولسلو اللي كانت بنينه بزاف والمكونات كانوا طريين وجداد. الثمن ديالها هو 45 درهم وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10 حيت تستاهل. وندخلوا الشاف على ثاني حاجه واللي كان هاد الطبق اللي سميتو اسكالوب دو بولي اللي كيجي عليه هاد الشكل الجميل والكميه المعتبره اللهم بارك بقطع الدجاج اللي كانوا مقرمشين وناشفين من الزيت وطايبين مزيان والمذاق كان زوين بزاف مع لي بات بيني بصوص شامبينيون والفرomاج اللي كانت بنينه وخاطره وطايبه على حقها وطريقه، غير هي كانت زايده شويه في الملوحه. وكتجي معها حتى الفريت اللي واخا ما كانتش في ميزون ولكن كانت مقرمشه وما فيها الزيت. الثمن ديالو هو 40 درهم وغادي نعطيه في التقييم 9 على 10. واجي الشيف شوف معايا هاد الساندويتش فيونداش اللي كيجيب البان ميزون اللي ما كيطيبوه حتى كياخذوا الكوموند ديالك، وكيجيب لك كفته بكري اللي ما فيها حتى شي توابل من غير الملح والبزار باش تبنى الجوده ديال اللحم اللي كانت جيده وبنينه بزاف مع دوائر المطيشه والبصل والخس والفرomاج شيدار. والصوص كتكون حاره ولا حلوه على حسب الطلب، والفريت اللي كيف العاده كتجي مقرمشه وما فيها الزيت. الساندويتش كان عامر والكميه كانت اللهم بارك كتشبع. الثمن ديالو هو 33 درهم وغادي نعطيه في التقييم 10 على 10 حيت كيجمع بين الكميه والبنه والجوده والثمن. وهاد الطبق سميتو كباب دجاج كيجي على هاد الشكل الجميل بجوج اصابع ديال كفته الدجاج اللي كانوا مشويين فوق الفحم. البنه كانت حاضره غير هو كيجيو ناشفين شويه، ولكن فاش كتزيد عليهم الثوميه ولا المحمره ولا الحمص متبل ولا الطحينه اللي حتى هما كيجيو في الطبق كيقادوا المذاق. وكتجي مع حتى سلطه بالمطيشه والبصل والخس والخيار المخلل والفريت اللي كيف العاده مقرمشه وما فيها الزيت. طبق شرقي والمذاق ديالو غادي يجيك جديد ويستاهل تجربوه. الثمن ديالو هو 40 درهم وغادي نعطيه في التقييم 8 على 10. وندخلوا الشاف على هاد السباكيتي فرويد مار اللي كانت بنينه بزاف وطايبه على حقها وطريقها بصوص بلونش. البنه والكميه والتقديم كانوا مزيانين بزاف، والكميه ديال الفواكه البحر كانت معتبره لدرجه كل دغمه غادي تاكل غتلقاها عامره وغارقه بكريم فريش. الطبق كان ناضي ولا كنتو من محبي لي بات جربوه غادي يعجبكم بزاف. الثمن ديالو هو 43 درهم وغادي نعطيه في التقييم 10 على 10. واجي الشاف شوف معايا هاد البيتزا فرويد مار اللي كتجي على هاد الشكل الجميل واللي كيشهي غارقه بالموتزاريلا واللي كيف العاده كتجي فيها كميه معتبره من فواكه البحر وكل دغمه غتلقاها عامره زائد الفلفل الحمراء والخضراء وقطع الزيتون. لاباط ديال البيتزا كانت مزيانه وبنينه وفيها المواصفات ديال البيتزا ديال بصح، غير هي كانت قاصحه شويه بحال خلاوها بزاف في الفران. وهذه هي الملاحظه الوحيده اللي عندي عليها. الثمن ديالها هو 45 درهم وغادي نعطيها في التقييم 8 على 10. وندوزو للديسير ونبداو بهاد الباناكوطا بالفرومبواز اللي كتجي على هاد الشكل الجميل والمذاق الرائع بقوام معتدل ما خفيف ما ثقيل، والحلاوه ديالها كانت زوينه ونقدر نقول لكم باللي هذه من احسن لي باناكوطا اللي ذقت. الثمن ديالها هو 15 درهم وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10. وهذه الشاف تيراميسو بالاوريو وحتى هي كتجي بشكل جميل كيفتح الشهيه ومذاق اللي كان رائع بالاوريو، وفيها حتى الجبن اللي كيزيدها بنه على بنه. غير انا لقيتها يلاه تصوبات وما كانتش بارده بزاف وكان خاصها شويه البروده. الثمن ديالها هو 20 درهم وغادي نعطيها في التقييم 8 على 10. ماك علي هو مطعم مختص في الاكل الشرقي بجميع انواعه وكيدير حتى المطبخ الايطالي بجوده واثمنه في متناول الجميع. وراكم شفتوا ما كايناش شي حاجه جربناها فايتها 45 درهم، وديما كتلقى الاطباق والساندويتشات ديالو كيجمعوا بين الثمن والكميه والجوده. غير هو كيعاني من مشكل واحد هو ما كان عنده حتى دخل فيه. المطعم كان تحل وداروا ليه افتتاح ناس اخرين وما كملوش لعده اسباب. والشاف اللي كاين فيه حاليا جا دخل على المطعم بالاسم القديم. وفاش درت الفيديو ديال التجربه الاولى وبزاف ديال الناس قالوا باللي فاش كانوا مشاو فاش افتتح المحل ما كانش داكشي اللي جربت. وانا اليوم جيت نقول لكم باللي الشخص اللي شاد المطعم هو شاف محترف خدم سنين في دول الخليج وكيحب المهنه ديالو وجاي يستثمر في بلادو مع ولاد بلادو، وكيف ما فكر يدعم اقتصاد البلاد وولاد البلاد حتى حنا بدورنا خصنا ندعموه باش يكمل. وما غادي تخسروا والو الا مشيتو وجربتو. المطعم كاين في عين الشق في شارع تازه قرب صيدليه الازهر. غادي نتسناكم لتحت تكتبوا لي شكون جرب هذا المطعم واشنو الراي ديالكم فيه، وتقولوا لي شنو تبغيو نجرب ثاني في سلسله مطاعم مجهوله. كان معكم اشرف من صفحه اشرف هلاك وتهلاو.